اخوان السلام عليكم ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. خويا ولا اختي كتفتح اللايف ديالك وكيبقى عندك 0 1 2 3 د المشاهدين. في هذا الفيديو غنوريكم الطريقه الصحيحه باش تبقى تفتح بث مباشر وتحصل على متابعين ومشاهدات. طريقه واضحه. اولا بعد قبل ما نشوفوا الشرح ديال الفيديو فضروري من كتبغي تفتح بث مباشر ضروري خص يكون عندك موضوع عنده علاقه مع المحتوى اللي كتنشر في الصفحه ديالك. يعني خصك تعين موضوع ولا محتوى اللي غادي تتكلم فيه وتكون عندك درايه، يعني باش غادي تقدر تتكلم وما تحصلش يكون داك الشيء مبني على المصداقيه. غنشوفوا الشرح في هذا الفيديو ونكملوا. نبداو في الشرح مباشره. كندخل للصفحه ديال الملف الشخصي، كنمشي لثلاثه النقط اللي فوق، كنمشي ناخذ الادوات المبدعين، من بعد كنمشي لخانه التربح، هي الخانه الثانيه. كنضغط على هدايا اللايف، كتدخلني لهاد الصفحه هذه اللي غنشوفوا دابا. الحصول من الاحسن انك تفتح لايف بهذه الطريقه، من الاحسن. انا يعني هذه كنقطه كنصح بها الاخوان بهذه الطريقه، ماشي تفتح لايف عن طريق علامات الزائد. كندخل كندير ابداء، كندخل على اللايف. اول حاجه اللي هي مهمه وضروريه والعديد ديال الناس كيتغاضاوها هي العنوان نتاع اللايف. وخص العنوان يتغير من اللايف الاخر، يعني على حسب الموضوع اللي غادي تتكلم فيه في اللايف. يعني العنوان خص تكون عنده علاقه اما بالمحتوى اما بالموضوع اللي غادي تتكلم عليه في داك اللايف. هنا كنكتب العنوان ديالي، مثلا انا غادي نكتب هنا داعم الحسابات الصغيره مثلا، على حسب المحتوى ديالك اللي كتخدم عليه، اللي عنده طبخ ولا اللي عنده الرياضه، ولا كل واحد يدير عنوان على حسب ولا على حسب الموضوع اللي غادي تهضر فيه. من بعد ما كنقاد العنوان كنرجع كنمشي للمؤثرات. مثلا كاين اللي كيبغي يبان بوجهه، كاين اللي ما يبغيش يبان بوجهه. مثلا بغيت مثلا في هذا اللايف انا بغيت نطلع بصوره، كنكون صوره مقاده من قبل، وكنجي كندخل الشاشه الخضراء وكنختار هذه العلامه هذه. راه تما عندك في الشاشه الخضراء عندك بزاف ديال المؤثرات، تبان غير بالنص، تبان بحال الشكل ديال مذيع، تبان يعني كاين بزاف ديال الاختيارات. هادو كيبقاو يعني اذواق، كل واحد كيختار داكشي على حسب الذوق ديالو، على حسب هو اللي كيشوف داكشي كيوالمو. من بعد كنمشي للاعدادات، كنقاد المشرفين. الا بغيت نقاد المشرفين نقاد وضع تعدد الضيوف، كنشوف واش مقاد اكتيفي، كنشوف بان كلشي كاين يعني مقاد. كنمشي لمؤثرات التحسين. التحسين هنا كيعطيوك كدير تقاد، يعني بالنسبه للناس اللي كيبانوا بوجههم تقاد الوجه، تقاد العينين، تقاد الانف، تقاد يعني هذوك. بالنسبه للاخوان راه كل واحد غادي يعرفوا شنو غادي يدير. هذوك كيبقاو اختيارات شخصيه، كل واحد غادي يختار لي فلتر اللي غادي يبغي. من بعد كنطلق اللايف مباشره. بعد ما كنطلق اللايف كنكون بوحدي في اللايف انا راسي. يعني شنو كندير؟ كنبدا كنكبس لراسي، يعني في داك الكونت بداك الحساب كنبدا كنكبس حتى كطلع هيا كيطلع الاسم ديالك بانك كتسجل اعجاب. المزيد من تسجيل الاعجاب يمكن ان تجذب مشاهدين اكثر، استمر. هنا كنزيد كنبقى كيقول لك نحن نبلغ المشاهدين بانك على بث اللايف. هنا كنكبس تقريبا حتى ل 200 تكبيسه كاع، ماشي مشكل. بعد ما كتسالي ديك ال 200 تكبيسه كدير ضغطه مطوله على الشاشه، كتبارطاجي مع بعدا واحد 40 صديق ولا اللي كتكون عندك في اللائحه نتاع الاصدقاء تمايا. ولا بغيت دير بارطاج راه كيكون عندك، بغيت تبارطاجي مثلا في الواتساب، بغيت تبارطاجي، بغيت دير نسخ الرابط، بغيت تقلب على شي حساب باغي تبارطاجي له، يعني هنا كيكون عندك اختيار يعني في البارطاج. بعد ما كنسالي ديك 40 ولا 60 كما كتشوفوا دابا، ندوز غير واحد 10 ولا 15. من بعد كنرجع الصفحه ديالي. من كنرجع هنا كنبدا ندير واحد المقدمه، بديت مقدمه صغيره كنقدم فيها وشنو غادي نطرح في داك اللايف وشنو هو الموضوع اللي غادي نتكلم عليه، ونطلب من الاخوان انهم يكبسوا ويبارطاجيو. غادي نكمل معكم الفيديو. هذه الطريقه بالنسبه لللايف. من بعد ما درنا شفنا الشرح ديال هذا الفيديو، يعني الا تبع الانسان هذه الخطوات بنفس الطريقه وبالاستمراريه. انا دائما كنوصي على الاستمراريه، يعني ما غاديش تبقى تفتح لايف في اسبوع ولا اسبوعين ولا، يعني خص تكون الاستمراريه والتنظيم. يعني يكون عندك واحد الوقيته محدده، واحد التوقيت محدد اللي كتفتح فيه اللايف ديالك باش تخلي المتابعين ديالك
المشاهدين ديالك اللي غيجيو يشاهدوك يكونوا على درايه بالتوقيت. كاينه واحد الحاجه اللي ما شرحتلهاش في الفيديو، هي من الاحسن الانسان الا كان غيفتح لايف انه يلوح فيديو قصير قبل بجوج سوايع ولا 3 سوايع قبل ما يبدا اللايف، ويحط فيه نفس الصوره الا كان غادي يطلع يعني ما باغيش يبين وجهه، يطلع غير بصوره بمينياتير، يحط الصوره اللي غادي يحطها في اللايف ويدير عليها التوقيت نتاع اللايف، ويدعو الناس بواحد الطريقه اللي هي لبقه باش انهم يدخلوا عنده اللايف ديالو. واكيد الا كانت الاستمراريه وتبعنا هذه الخطوات اللي وريتكم في هذا الفيديو، فمن بعد 5 ولا 6 تاع اللايفات غيبقاو يطلعوا عندك متابعين. غتبدا في الاول بال50 20 40 60، وغادي يبقى زي التصاعد، وغادي تبقى تزيد تكسب ناس اخرين اللي غادي يشاهدوا الفيديوهات ديالك اللايف ديالك. هذا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، ونتمنى التوفيق للجميع.